وأنا في تالتة ثانوي وكالعادة زي كل الناس اللي بتروح عند أشطر مدرس أو أكتر مدرس مشهور في مادة معينة، عملت كده في مادة الفيزياء وقررت إن أنا هاسمع بالنصايح اللي اتقالت لي ومش هاخد غير درس واحد في المادة علشان ما اشتتش نفسي كتير. النتيجة هو إن أنا جيت في شهر 12 أو 11 المدرس ده سأل سؤال، أنا كنت أول مرة تقريبا أسمع السؤال ده. أول صدمة كانت إن أنا لقيت أصلا ناس من زمايلي عارفين السؤال ده وعارفين الإجابة وبيرفعوا إيديهم علشان يجاوبوا. تاني صدمة هو إن أنا كنت مفكرة إن أنا متابعة المنهج كله أول بأول، يعني متخيلة إن أنا مذاكرة وعارفة الحاجات اللي في المنهج. تالت حاجة إن دي فيزياء وإن أنا في شهر 12 ودي من أهم المواد، وإزاي إن أنا حاجة زي كده أنا معرفهاش. حاليا تقريبا كل فترة أو كل جيل في تالتة ثانوي بيتعرض لنفس المشكلة، بيجي في فترة معينة بيحس إن هو مش قادر يلم المنهج أو بيحس إن في حاجات واقعة منه بين السطور، في إجابات لبعض الأسئلة أنت بتبقى عارفها كويس جدا بس مش عارف إن السؤال ده هو الإجابة بتاعته هي دي اللي أنت عارفها، وبالتالي بنبقى محتاجين إن احنا نحل بإيدينا أكتر حاجة. للأسف في الموضوع ده لما بنتعرض ليه بنحس وقتها بالإحباط، بنحس إن احنا مش نافعين، لا أنا تايه مش عارف أبدأ إزاي. طب دي مادة كبيرة، حسيت إن أنت مش عارف تحل مسائل مثلا كل زمايلك بيحلوها، بتصدم لما تحس إن أنت عارف الشرح كويس جدا بس أنا مش عارف أحل. ففي ناس لحد الآن مش بتبقى قادرة إن هي تحل مسائل، خصوصا لو المدرسين مش بيتابعوا بشكل دوري، حتى لو كان المدرس شاطر وأنت بتفهم منه بس مش بيراجع بشكل دوري، مش بيديك اختبارات فبيخليك تمشي إيدك غصب عنك في المسائل، فللأسف هتتعرض للتوهان. الخوف والقلق عندك هيبقوا أزيد، فلو أنت تايه وبتتعرض للمشكلة دي دلوقتي حالا كمل معايا الحلقة. السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا آية هويدي، دي قناة ميكس جوانا واللي بنتكلم فيها عن مواضيع كتير مختلفة من حياتنا. فلو انتوا جداد في القناة ما تنسوش ان انتوا تشتركوا وتقولوا لي رأيكم، تابع كل جديد بينزل. ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة بتقول لنا ايه، ويلا بينا نضيف لمسة نور جديدة في حياتنا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الخوف والقلق للأسف بنقابلهم طول فترة الثانوية العامة، خصوصا لما تيجي تحل وتلاقي نفسك مش عارف تكمل بقى خطوات مسألة، تكمل خطوات أو إجابات في الأسئلة، حتى لو أنت كنت بتذاكر كل يوم أو بتذاكر مادة أول بأول أو بيتهيأ لك إن أنت كده بتذاكر. كمان لما تلاقي المدرس بيسأل سؤال وأنت أول مرة تسمعه وتلاقي زمايلك بيجاوبوا في مادة تقيلة فتتصدم وتحبط. وعاوزة أقولك إن أنت مش لوحدك، بالعكس ناس كتير جدا في تالتة ثانوي تحديدا بيمروا بنفس الحاجة وبيمروا بنفس المشكلة. وبإذن الله بطريقة بسيطة هنتكلم إزاي نخلي الخوف والقلق ده يحركك لقدام، ما يبقاش هو الطوب اللي مربط في رجليك وموقف الحركة بتاعتك. أول حاجة لازم تعرفها إن الخوف ده شيء طبيعي جدا، وبيبقوا نتيجة إن أنت مهتم وبالك مشغول وموجوع على الوقت اللي بيضيع، وده في حد ذاته شيء كويس. المشكلة في إن هو يوقفك مكانك بدل ما إن هو يكون الدافع إن هو يحركك. القصة اللي أنا حكيتها في أول الحلقة، أول ما الخوف ده سيطر عليَّ وأول ما حسيت إن أنا فعلًا مش عارفة أجاوب، أول قرار أنا أخدته إن أنا هاسيب المدرس ده وهاروح لحد تاني، حتى لو هازوّد من مصروفي، ورُحت جروب خاص فيه 5 مع مدرس تاني برضه كان شاطر والناس بتشكّر فيه، وحاولت فعلًا إن أنا أجرّب معاه وفعلًا استفدت منه، بدأت أحل بإيدي، بدأت أسأله، بدأت ما أبقاش مكسوفة لإن أنا خلاص ما عادش في وقت وحسيت إن الدنيا بتضيع، فأنا لازم أسأل ولازم أتحرّك. فالخوف هو الرسالة والمنبه اللي بيقول لك اتحرّك، خُد خطوة، سواء إن أنت هتكنسل التليفون بتاعك بقى كفاية وتشيل كل الapplications اللي ما لهاش لازمة، سواء إن أنت هتسيبك من صاحبك أو صاحبتِك اللي بتقعدوا تروحوا فيها مشاوير مع بعض ومجاملات وأنا هي جات معايا فأنا لازم أروح معاها والجو ده، لا، لأ، هتسيبك منه خالص، من أي حاجة بتاخد وقتك عمومًا، هتسيبك من المدرس اللي مش بيحل معاك، مش بيطلّعك شارب المادة وبيجيب لك اختبارات أول بأول فبيجبرك إن أنت تذاكر، وبيجبرك إن أنت تبقى عارف كل كبيرة وصغيرة في المادة. سيبك بقى من المظاهر والأفراح والمشاوير اللي ما لهاش لازمة والقعدات اللي بتسرق منك الوقت بتاعك. هنحل إزاي شعور الخوف أو هنطمن نفسنا إزاي؟ الخوف بالنسبة لعقلك شعور بالوجع وعدم إحساس بالأمان، عقلك دايمًا عايز يشوفك في الsafe zone ومش عاوز يشوفك أنت كده متطمن وأمورك طيبة زي ما بيقولوا، علشان يحس بالأمان ويبدأ يطمن عقلك ويطمن ويسكت كل المشاعر السلبية اللي جسمك بيفرزها، أول ما هيشوفك اتحركت، وأول ما هيشوفك أخدت فعلًا خطوات، ساعتها عقلك هيبطل إن هو يقلقك أكتر، هيبدأ يطمنك، بالعكس هتبدأ فعلًا كل فترة هو هتلاقيه بيقول لك فاكر لمّا بدأنا حاجة بسيطة والدنيا طلعت كويسة، هاكمّل وإن شاء الله هتلاقي الدنيا أبسط كمان، بس لمّا تبدأ.
فلازم تعرف إن عقلك والخوف هُم مش أعداء بالنسبة لك، بالعكس هُم تنبيه، وتنبيه كمان بيقول لك إن في احتمال للخسارة لو أنت ما لحقتش نفسك، فالحق نفسك دلوقتي قبل ما تتوجع أو قبل ما يحصل أي حاجة تترتب على إن هي تسبب لك ألم فعلًا بعد كده، غير ألم الخوف طبعًا ألم الندم، وده هيبقى أصعب حاجة ممكن هتكون مرّيت بيها. الحاجة التانية لو أنت قدرت تاكل برتقانة كاملة في بُقّك مرّة واحدة، فأنت كده بطل ومش محتاج الحلقة دي في حاجة. الخوف والمنهج المتراكم عليك لو قعدت له كده مرّة واحدة وبصيت له كلّه بالحجم بتاعه، عمرك ما هتقدر تبدأ، هتحس دايمًا إن الدنيا كبيرة، مش هتقدر تحطّها كلّها أو تستوعبها كلّها مرّة واحدة، غير لو أنت قسّمته كده واحدة، واحدة، بالضبط كإنّك داخل خناقة وفي عزوة كده كبيرة مش هتقدر عليهم، إلا لو أنت يعني سرسبتهم كده واحد، واحد وبدأت تضربهم واحد، واحد. أول حاجة من النصايح المهمة اللي لازم فعلًا تاخدها في الاعتبار وتبدأ تعملها، إن الترابيزة أو المكتب أو الحاجة اللي أنت هتذاكر عليها ما يبقاش عليها غير المادة اللي أنت بتذاكرها وبس. طبعًا أنت سمعت الكلام ده كتير، ممكن تكون عملت بيه فعلًا وممكن تكون ما عملتش بيه، مش مجرد إن إحنا بنقولها نصيحة عشان إحنا جربناها، قد إن هي نصيحة إحنا فعلًا جربناها وعملنا بيها، وغير إن هي كانت دراسات الناس أثبتت إن عقلك لازم ما يشوفش حاجات بتوتره علشان ما يحسش بتشتت، ياه! ده لسه كتاب كذا وكذا وكذا، طب أنا هابدأ هنا إزاي؟ ويخلّيك تبعد عن المادة اللي أنت مركّز عليها، فركّز على مادة واحدة ومش المادة كلّها، ركّز عليها كل chapter لوحده، حتى لو هتخلّي كل chapter ده كل درس لوحده وكل صفحة لوحدها. أول ما هتبدأ تركّز على كل حاجة كجزء متقسّم، هتقدر تخلّصه، نفس نظام البرتقانة اللي مش هتقدر تحطّها كلّها في بُقّك مرّة واحدة. أجمل حاجة مُريحة عرفتها من تريكات المذاكرة هي إن أنا فعلًا أذاكر الحاجة اللي قدّامي وما فيش غيرها حرفيًا، سواء بقى على مدار رحلة هندسة كلّها حتى بعد الكلية، كنت فعلًا مش باذاكر غير المادة اللي قدّامي، لدرجة إن أنا عملت حاجة مجنونة كده، لمّا قربت على الفاينل أنا جِبت كتاب الفيزيا وجِبت كل chapter قطّعته من الكتاب، بقيت جايبة زي دوسيه كده أو file حاطة فيه كل الكتاب، بس الكتاب عبارة عن تقسيمات، متقسّم كل chapter لوحده، وكنت باقعد بال5، 6، 7 ورقات اللي متدبّسين اللي هم الchapter ده بس، حرفيًا أنا كنت بhighlight وباكتب وباحفظ وباسمّع، كنت حرفيًا باطلع شاربة ال4، 5، 6 ورقات اللي هم chapter كامل، أنا بالنسبة لي مُعضلة وحاجة تقيلة عليّا وعلى قلبي، فاعمل كده في كل مادة، مش شرط إن أنت طبعًا تروح تقطّع الكتاب، بس على الأقل تروح تقسّم كل حاجة على قد ما تقدر، تقسّم الحصة على قد ما تقدر، تطبع الورق بتاعها حتى لو لوحده وهكذا، تحاول تتصرّف، هيبقى أكبر حافز ليك إن ده شيء قدّامك، حاجة بسيطة أوي وهتحس إن أنت قادر عليها كإنّك بالضبط ماسك عيل صغير وأنت هتقدر عليه يعني، هتجيبه كده لمسة أكتاف وفي أقل وقت ممكن. ما تنساش تاخد بالك إن منظر الكتب حواليك ومنظر كل حاجة حواليك ليها تأثير وتأثير سلبي ولازم تبعد عن كل الكلام ده. الحاجة التانية هو إن الفشل ده مش النهاية، الفشل ده درس بيعلّمك إن الحتّة دي فيها مشكلة بالنسبة لك، فأنت هتعمل إعادة مذاكرة وإعادة توجيه تاني للنقطة اللي أنت لقيت نفسك مش عارف تحلّها. لمّا أنت جيت مثلًا تحل لقيت نفسك مش عارف تجاوب، كإنّك ما أخدتش الدرس ده خالص، مع إن أنت مذاكره كويس وعارف كل الكلام بتاع المستر وعارف الشرح، يمكن شُفته أكتر من مرّة ومن أكتر من مصدر مختلف وهكذا، وقتها ما تحسّش بالفشل قد ما تحس إن أنت كان لازم تعمل حاجة تانية في النقطة دي تحديدًا، المسألة اللي أنت حليتها دي وفشلت فيها، دي بتقول لك الحق نفسك إن أنت في النقطة دي ما ذاكرتهاش كويس، أو إن هي فيها حتّة أنت لازم تاخد بالك منها، هي مش بتقول لك أنت فاشل قد إن هي بتقول لك حاول تاني وأنا معاك. أتمنى إن أنتم كلّكم ما تتكسفوش إن أنتم تروحوا للمدرس وتقولوا له حِل معايا، أنا حليت كذا وما عرفتش أحلّها، حتى لو كانت الحتّة دي كل زمايلك بيحلّوها وسهلة عند كل الناس، بس أنت مش عارف تحلّها، فأنت كده مش فاشل، أنت كده عايز تحاول وعايز فعلًا تعملها صح، فروح له مرّة و2 و3 وحِل بإيدك. برضه لو أنت شُفت مثلًا فيديو حَل، هو لو حَل المسألة وقّف الفيديو وحِل نفس المسألة بنفس الأرقام، بنفس كل حاجة لوحدك. أول مرّة ممكن تطلّع الرقم غلط، تاني مرّة ممكن تطلّع الرقم صح، بس المهم إن أنت تاخد الخطوة وتحل بإيدك، تحل المسألة مرّة و2 و3 نفس الفكرة، بعد كده تزوّد فكرة جديدة وتحلها برضه مرّة و2 و3 وهكذا، لحد أمّا أنت من لوحدك هتلاقيك بدأت تربّط القوانين ببعض، هتبدأ لمّا تدخل في المسائل اللي هي لافة شوية، هتفهم إن القانون أول واحد خالص ده أنا لازم هاجيبه هاحل فيه عشان أطلّع المجهول الفلاني اللي أنا هاحطه في القانون التاني اللي هاطلّع منه مجهول عشان أحل اللي هو عايزه، أو عشان أطلّع اللي هو عايزه، وهكذا يعني. حاول تقول بسم الله، تبدأ أول chapter تبدأ فيه أول درس، حاول تحل فيه كل الأمثلة المحلولة لوحدك، وتخبّي الإجابات، وتختبر نفسك فيها مرّة و2 و3 صدّقني الموضوع هيهدى معاك تمامًا، وإن شاء الله هتوصل فيه لنتيجة مرضية بالنسبة لك، ومرضية لعقلك، ومرضية لمشاعر التوتر والقلق اللي مالية دماغك وتفكيرك. أنا بقى مش عاوزة أقول لك كل الناجحين مرّوا بتجارب فشل واتعلموا منها وصلّحوا الغلط، كل الكلام ده أنت أكيد عارفه واتقال لك كتير أوي، أنت دلوقتي محتاج إن أنت تطمن، وما فيش
غيرك يقدر يعمل ده، هو أنت اللي هتقدر تطمّن نَفْسك، وهتقدر تطمّن نَفْسك عن طريق حاجة واحدة بس، وهي إن أنت تبدأ. طيب آخر حاجة، اطلب المساعدة، وحقيقي أنت مش لوحدك، ما تفكّرش في إن أنت لازم تشيل الهَم لوحدك، وفي الحقيقة الموضوع هيبقى صعب، يعني هتبقى محتاج طبعًا حد يطمّنك، حد يوجّهك. كلّم أول حاجة المُدرِّس بتاعك، طبعًا يكون مُدرِّس متواضع ومحترم وفعلًا يقدر يساعدك وبيعرض عليكم أصلًا مساعدة، بس أنتم اللي مش بترضوا تخلّوا حد يساعدكم أو بتتكسفوا. أتمنى إن أنتم ما تتحرجوش وتبدأوا فعلًا تطلبوا من أقرب حد ليكم مساعدة. حاولوا ما تطلبوهاش من حد من زمايلكم، لإن في الغالب هو هيبقى برضه خبرته مش كبيرة قد إن تبقى خبرة واحد أكبر منّك، سواء مُدرِّس، حد من العيلة أنت بتحبه وبتثق فيه، مش هتروح تقول له والله أصل أنا نِفْسي في هندسة، فيقول لك وهو مهندس مثلًا فيقول لك: "إيه ده أنت داخل هندسة ليه؟ دي هندسة صعبة." وِلّي. فما تسمعش للناس دي، يعني اسمع لحد سالك فعلًا بيحبك هيدّيك نصايح بجد، مش مجرد نصايح عشان حتى يفرض نفسه عليك. طبعًا أنا باقدّم دعم بشكل كامل، لو احتجتوا أي حاجة تسألوني أو عايزين أي نصيحة أو أي حاجة من حد مثلًا أكبر منكم، أتمنى إن أنتم ما ترددوش ثانية في إن حد يكلمني أو يتواصل معايا، وزي ما اتفقنا إنك لمّا تطلب دعم نفسي اتكلم مع اللي هيشجعك ومع اللي فعلًا هياخد بإيدك وهيدّي لك من وقته، وهيبدأ يمكن يمسك ورقة وقلم وينظّم معاك يومك وينظّم معاك جدولك ويحاول يخلّيك تاخد أصلًا خطوة، وبالتالي ده فعلًا شخص عايز يساعدك. ولو عندك حد زي ده يعني امسك فيه بإيدك وأسنانك، بلاش إن أنتم تترددوا مع أي مُدرِّس، مع أي حد حواليكم، طالما الحاجة دي هيبقى فيها مصلحتكم ومساعدة ليكم في الآخر، فما تحرمش نفسك إن أنت تاخد المنفعة دي من أي حد. وصدّقني الموضوع مش هيبقى تقيل وأنت مش هتبقى تقيل على اللي قدّامك ومش هتاخد من وقته، ويا سيدي لو أخدت من وقته شوية صغيرين هو مش في تالتة ثانوي زيّك، يعني أنت دلوقتي اللي وقتك أهم، فأنت لو أخدت من وقت حد مثلًا في جامعة أو متخرّج فمش مشكلة، هو بمنتهى الترحاب اللي في الدنيا إن شاء الله هيساعدك وهيبقى شخصية فعلًا يعني على قد ما أنت وثقت فيه إن أنت تروح تسأله وتطلب منه مساعدة إن شاء الله يكون قدّها، فما تترددش ثانية إن أنت تعمل كده، عشان دي حاجة فعلًا في مصلحتك أنت أولًا. في النهاية عاوزاكم تعرفوا إن التوهان والقلق ده طبيعي جدًا وصحّي جدًا، بس إن أنت تقف مكانك وتستسلم للوضع ده هو ده اللي هيبقى فيه الخسارة الكبيرة للأسف. كل خطوة صغيرة هتاخدها مهمًا كانت هي نجاح وتقدُّم ليك على مشاعرك السلبية. الطريق للنجاح هو مش إنك ما تخافش، الطريق للنجاح هو إنك تتحرك رغم خوفك. أتمنى تكونوا خرجتوا بأي استفادة حتى لو بسيطة، ربنا يا رب يبارك فيكم وفي وقتكم ومذاكرتكم ويثبّتكم ويصرف عنكم كل سوء وكل تشتُّت يا رب اللهم آمين، وصدقوني أنتم قادرين إن أنتم تلحقوا وتكونوا أحسن. ناس كتير جدًا بدأت في وقت قليل وحققت، وعارفة إن أنتم يمكن تكونوا سمعتوا الكلام ده بس فعلًا لازم تصدقوه ولازم فعلًا تبدأوه. أول ما تبدأوا صدقوني هتحسوا قد إيه أنتم خلاص الحمل التقيل ده انزاح شوية، هتحسوا قد إيه بإنتاجية كويسة، الإنتاجية دي هتبقى دافع إن أنتم تستمروا بإذن الله وتكمّلوا، وهتبقى تشجيع ليكم كبير. جداد في القناة ما تنسوش إن أنتم تشتركوا وتتابعوا كل الحلقات الجديدة إن شاء الله اللي جاية، لإن هي خاصة بيكم جدًا، وأشوفكم تاني على خير قريب، وأقدر أضيف نور إن شاء الله جديد حتى لو بسيط جوّه قلوبكم وجوّه حياتكم، وبس كده، سلام عليكم.